الإجابة على السؤال ده طويلة شوية، مش بس عشان الجير بوكس شيء معقد جدا، ده كمان عشان مفيش نوع واحد ربنا الشركات كلها متفقة عليه. زي المحركات بالظبط، في عندك أنواع كتير من الجير الأوتوماتيك. عشان كده الفيديو ده أنا عمري ما هعرف ألم لك فيه كل الأنواع دي، وبرضه هرجع أقول لك إني هاخد راحتي جامد عشان خاطر أشرح لك كل نوع. يعني عادي جدا تلاقيني مقسم كل نوع لبارتات، ده معناه إن أنا مش هغطي كل حاجة في الفيديو ده، تقدروا تعتبروها سلسلة فيديوهات جوه سلسلة فيديوهات. بس عموما أحب أقدم لكم الجير الأوتوماتيكي اللي عمل ضجة جامدة لما نزل، اللي هو إيه ده؟ يعني أنا مش هقعد أنقل غيارات بنفسي؟ مفيش دبرياج ادوس عليه؟ مش انا اللي هبقى متحكم في كل حاجه؟ ياه. زي ما انت عارفني، انا مش من النوع اللي هقول لك انت هتطلع من الفيديو ده فاهم بنسبه قد ايه، ولا هقول لك انت احتمال تفهمه او لا انت هتفهمه كله. الموضوع مقفول بالنسبه لي ان شاء الله يعني، بس انا مش عايزك تتخض من الشرح، ولازم تركز وتسيب اي حاجه بتشتتك دلوقتي. اتفقنا؟ لما جينا نتكلم عن الجير المانوال قلنا واكدنا ان نسبه التروس هي الفكره الاساسيه لاي جير في اي عربيه. يعني عندنا ترسين كل واحد منهم فيه عدد سنون مختلف، 10 سنون مثلا و5 سنون وبيلفوا مع بعض. هنا الترس اللي فيه 5 سنون لف مرتين عشان خاطر الترس ابو 10 سنون يلف مره واحده بس. يعني ده عمل لفه واحده كامله عشان خاطر ده يعمل لفتين كاملين، يعني نسبه 2 ل1. كل التروس اللي في الدنيا ينطبق عليها نفس النظريه دي. لو عايز تفهم اكتر عن النظريه دي ارجع تاني الفيديو الجير المانوال وبعد كده تعالى كمل هنا تاني. طب يا احمد، ايه الفرق ما بين الجير المانوال والجير الاوتوماتيك؟ ليه الاوتوماتيك اوتوماتيك والمانوال مانوال؟ الفرق هنا في تطبيق النظريه، وهنا احنا دخلنا في الجد وهنبدا نشرح، فركز معايا ارجوك. لو بصينا على الجير الاوتوماتيك من جوه هنلاحظ ان في طريقه غريبه في ترتيب التروس. الطريقه دي بتتسمى ذا بلانتري جير سيت، او الترجمه الحرفيه بتاعتها هي مجموعه التروس الكوكبيه، وبتتسمى كده عشان خاطر شكلها شبه النظام الشمسي بتاعنا. في ترس في النص اسمه سان جير، ده بجد، وحواليه وبيلفوا معاه 3 سنون او اكتر اسمهم بلانت جير. بيحزم النظام الشمسي ده ترس كبير اسمه رينج جير. بلانت جير دول عشان خاطر نضمن ان هم بيتحركوا مع بعض والمسافه ما بين كل بلانت جير والتاني تبقى ثابته، بيتوصلوا يا صديقي مع حاجه اسمها بلانت جير كارير. كده احنا عرفنا الاناتومي بتاع بلانت جير واحده بس، سان جير وبلانت جير ورينج جير وبلانت جير كارير. اظن مفيش اسهل من كده. ممكن المعلومه الجايه دي تصدمك، بس النظام ده او الطريقه دي في طريقه تطبيق فكره نسب التروس افيشنت جدا، لدرجه ان انت تقدر تاخد 3 سرعات مختلفه لبلانت جير واحد بس. الجير المانوال انت كنت محتاج ان انت تحط جير اول تاني تالت عشان خاطر تحاكي السرعات دي. لا، ده هنا البلانت جير سيت دي هي اللي بتعمل ال3 سرعات. طب يا احمد، هو ازاي ده بيحصل؟ باختصار شديد عن طريق انك بتثبت ترس وتحرك التاني. يعني مثلا لو افترضنا ان احنا ثبتنا الرينج جير وحركنا السان جير، مع حريه حركه البلانت جير لاحظ ان البلانت جير بدا يلف مع السان جير، البلانت جير بيلف مع السان جير بس مش بنفس السرعه. هتلاحظ هنا انه بدا يلف بتلت سرعه السان جير. يعني عشان السان جير يعمل لفه واحده كامله محتاج ان بلانت جير يعمل معاه تلت لفه. طبعا النسب دي بتختلف من جير للتاني، بس انا بديك مثال. وبالطريقه دي يا صاحبي انت طلعت السرعه الاولى. كده بقى الموضوع ما بقاش له علاقه بحجم الترس بس. حجم الترس كان بيخلينا نتحكم في السرعه والعزم، انما دلوقتي طريقه الحركه والدوران وطريقه ربط التروس مع بعض هم اللي بيتحكموا في العزم والسرعه مع الحجم. طبعا بنفس النمط ده انت تقدر تطلع الريفرس او تطلع اي سرعه تانية. يعني الموضوع فليكسبل معاك، ممكن توقف البلانت جير وتحرك السان جير، ممكن تحرك السان جير وتوقف الرين جير، وهكذا. الموضوع مرن معاك. بص يا احمد، هو انت كلامك عظيم الله اكبر، بس ازاي اوقف ترس واتحكم في التاني، وازاي احركه، وازاي اعمل عليه اكشن؟ ده سؤال ثعباني ومحتاج مننا فيديو لوحده، خلي بالك. بس انا هفصص لك الموضوع على قد ما اقدر. في عندنا 3 طرق مشهوره عشان خاطر نقدر نتحكم في حركه التروس، سواء بلانت جير او سان جير او رينج جير: البريك باند والكلتش والوان واي كلتش. البريك باند هي اسهلهم لانها بتعتمد على فرمله الحركه، ودي بنستخدم فيها حلقه موجود عليها من جوه ماده معامل احتكاكها عالي. ومن الحاجات اللي هتلاحظها وانت بتشوف الحلقه دي يا صديقي انها مش كامله. مش الحلقه دي لا اللي هي مش الفيديو ده يعني، وكده برضو الحلقه دي مش كامله، لسه ليها تكمله. يعني عندها نهايتين، كل نهايه منهم متثبته في طرف منهم ثابت وبيكون مربوط مع الشاسيه او البادي بتاع الجير، والطرف الثاني بيتحرك وبيتزق على الطرف الاولاني عشان خاطر يفرمل الحركه. وهو بيفرمل حركه ايه؟ بيفرمل حركه الدرام، زي الفرامل الدرام كده. بس طبعا الفرق هنا انه مش متوصل بالعجل، هو متوصل يا اما مع السان جير او البلانت جير. رين جير بيبقى حواليه الحلقه دي بشكل مباشر عشان خاطر هو املس مش عليه تروس. طب يا احمد، هو برضو بنتحكم ازاي يعني؟ التحكم بيكون عن طريق السيرفو او موتور كهربائي له عزم عالي يقفل الفرامل على الدرام عشان خاطر يثبته او يوقفه. الطريقه الثانيه بقى صديقي وهي الكلاتشات. الكلاتشات عباره عن حلقات كامله سمكها بسيط، ليها نوعين: اما انها تكون مسننه من جوه او مسننه من بره. الغرض منها انها توصل حركه بين جسمين او تمنع حركه عن جسم متحرك، وده برضو لانها عليها طبقه معامل الاحتكاك فيها عالي. طب ازاي ده بيحصل؟
انا هقول في الجير بوكس اللي من نوعيه الكلاتشات الرينج جير بيكون عليه سنون من بره زي ما يكون بالظبط عليه سنون من جوه، وده يخلي الكلاتشات اللي مسننه من جوه تدخل حواليه وتتحرك معاه، عشان الكلاتش ده لما يلف ويتمسك من حاجه يوقف حركه ويوقف معاه حركه الرينج جير او اي جير من النوعين التانيين برضه. عشان كده بنحط بعد الكلاتش المسنن من جوه كلاتش تاني مسنن من بره، وبعده واحد من جوه على واحد من بره وهكذا. الترس اللي مسنن من بره ده بيكون متعشق مع البادي بتاع الجير، يعني ثابت ما بيتحركش. فكل اللي مطلوب منك عشان خاطر توقف الكلاتشات المسننه من جوه انك تجمع الكلاتشات دي سوا، تضمهم على بعض وتكون جزء واحد صلب ثابت. ثواني كده، انا حاسس ان انا قلت الكلام ده قبل كده. وثواني بس يا احمد، هو يعني ايه كلاتش؟ الكلاتش دي بيكون عباره عن مجموعه من الحلقات، كل حلقه منهم اما يكون مسنون من جوه او مسنون من بره، وكل حلقه من دول بيكون عليهم ماده خشنه تخليهم لما يلمسوا بعض يتحركوا كانهم جزء صلب كبير. ترتيبهم لازم يكون مره حلقه مسنونه من جوه ومره حلقه مسنونه من بره وهكذا، على حسب بقى عدد كل مجموعه والاحتياج بالظبط كده. كذلك نقدر نستخدم الكلاتشات دي في نقل الحركه بين اي ترسين، بحيث انه بدل ما تبقى الكلاتشات المسننه من بره متوصله مع جسم الجير تكون متوصله مع جسم تاني متحرك. طب يا احمد ازاي بنضغط الكلاتشات دي مع بعض؟ عن طريق بيستن هيدروليك بيمشي فيه الزيت عشان خاطر يضمهم على بعض زي مكبس الفرامل كده بالظبط. الطريقه الثالثه وهي الوان واي كلاتش، ودي بسيطه جدا عامله زي العجله بالظبط، عباره عن ترس بيلف في اتجاه واحد بس، ما يقدرش يلف في الاتجاه الثاني. يعني عشان توقف حركه الترس او تحركه خليه يلف، عايز توقفه بطل لف وهو هيبطل يلف زي العجله بالظبط. ما تفكرش كتير، واحنا لو مسكنا العجله من ورا انت هتعرف تبدل؟ لا. طب لو لفيت عكس الاتجاه؟ عشان نبقى حكينا كل حاجه تخص القطع الاساسيه في الجير الاوتوماتيك، في 3 حاجات مهمه لازم تعرفهم في الفيديو ده، بس هتكلم عنهم في الفيديو الثاني بالتفصيل: التورك كونفرتر والاويل بامب والباركنج جير سيت. يمكن الفيديو ده ما غطاش اجابات كتير انت بتسالها، زي انه ازاي كل ده بيشتغل مع بعضه، والزيت اللي بيحرك الكلاتشات اصلا بيجي ازاي وايه اللي بيضخه، او ازاي اصلا الحركه بتروح من الموتور للجير الاوتوماتيك، او ازاي مثلا العربيه بتقف ما بتتحركش لما بجيبها على البي من غير ما اشد فرامل اليد، واللي بالمناسبه ده خطر جدا، ما حدش يعمل كده. الفيديو ده مش غرضه انه يفهمك اي حاجه من دي دلوقتي. لو عايز تفهم ده كله في فيديو واحد فممكن يتعدى النص ساعه، انت اصلا بتنام مني في اول 6 دقايق. حبيت ان انا احكي لك فيه الملخص السريع ونتعرف على العيله دي، عائله التروس الكوكبيه، الصن والبلانت والرينج. وبس كده يا صديقي، دي كانت كل حاجه عندي في الفيديو ده. ان شاء الله في بارت 2 قادم في الطريق، استناه. ما تنساش تقول رايك في الفيديو تحت في التعليقات، ولو انت جديد هنا تشترك تحت في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. تلاقي صفحتي على الفيس وجروب الفيس والانستجرام تحت في الديسكربشن. ويلا سلام.